سكر لينا في المشاكل. انا مش عارفه انت طالعه لمين بس. مساء الخير. النهارده في اوسكار ايجيبت السينمائي برئاسه الفنان عادل عمار، ومعانا الفنانه الجميله سلوى عثمان. اهلا بيكي حبيبتي. انت تقولي حاجه للفنان عثمان محمد علي، توجهي له رساله ايه كفنان مش كأب؟ اقول له كفنان انت يا بابا يعني عملت كل اللي عليك من اعمال حلوه ومتميزه واعمال قريبه من الناس ومن الجمهور، ووصلت رسائل كلها حلوه، ويعني كنت دايما مثال للفنان المحترم الملتزم. واقول له ربنا يجعل مثواه الجنه وربنا يكرمه يعني في تربته. رأي حضرتك ايه في مشاركه المهرجان اوسكار ايجيبت السينمائي للفنان عادل عمار ودعوته ليكي وتكريمه طبعا الفنان الجميل الراحل عثمان محمد علي؟ والله طبعا انا اسعدني جدا استاذ عادل بان هو كرم بابا وعمل المهرجان باسمه تكريما ليه، فدي حاجه اسعدتني جدا لانه ابويا يستحق والله التكريم فعلا، لانه هو فنان كل الناس عارفه جدا هو قد ايه فنان كبير، وقد ايه كان فنان بيحب شغله، وقد ايه كان بيعمل حاجات يعني حاجات تبقى صدقه جاريه ليه وعلم ينتفع به، زي ان هو سجل القران بصوته لغير الناطقين بالعربي. خدوا يا ياسر، عايزه اعمل ايه؟ خدوا كلكم. انتوا فاكرين ايه؟ فاكرين ان الحكومه مش هتعرف تجيبكم؟ ولا فاكرين ان مش هيعرفوا ان انتوا اللي عملتوها؟ مجنون بس، ده مجنون رسمي كمان. عرفوش ابن بروق الراكب دار ما يتقالش عليه مجنون. اخويا من عينيا الاثنين، ده انا هروح لسامي ده اخرب بيته. النهارده ومبسوطه جدا ان انا بعمل مع حضرتك اللقاء. كان حلم حياتي بصراحه ان انا اقابل حضرتك واعمل معاكي لقاء. حضرتك دايما بتعتمدي في التمثيل حضرتك بتثبتي كل ما هو سهل ان انت في البيت بيطلع منك التمثيل اللي هو لا عادي، لا مش بتمثلي، انت رايحه عادي مجرد اسره وبتقدمي فيها عمل. ده بيكون حاجه مقصوده ولا هي حاجه تلقائيه؟ هو طبعا في الفن لازم يكون فيه تلقائيه الى حد كبير، او الى ابعد الحدود لازم يكون في تلقائيه، لازم وانت بتمثلي ما تحسيش انك بتمثلي. ايوه. يعني انت مثلا في البيت انا بقعد كده اتمرن مع نفسي واقرا الكلام وبتاع، وفي كلام بيبقى سلس وحلو وماشي معاكي يديكي الاحساس اكتر، وما هوش مكلكع، ما هوش في الجمله تانية، الجمله مترتبه حلو ومحسوسه وفيها احساس حلو وكده. فطبعا ده مع انك انت يعني متعوده على انك الواحد يمثل، مش بانه يمثل، بانه فعلا كانه في الموقف الحقيقي ده، كانه شخصيه حقيقيه. فانا ده احساسي، وده انا بحب ان انا، وخصوصا لما يكون دور مليان وغني زي دور ماجدة اللي في حق عرب. بالنسبه لمسلسل حق عرب، حضرتك بالتعامل مع احمد العوضي، ايه راي حضرتك فيه كفنان والتعاون معاه؟ احمد العوضي التعاون معاه شيء جميل جدا جدا جدا، لانه هو اساسا شخصيه انسان ابن بلد جميل جدع، يعني بيحب كل الناس اللي حواليه، كان هو يعني اللي عارفه المحاوط كده على كل الناس اللي موجودين والممثلين اللي موجودين، وطبعا حابب ان كل واحد فيهم يبقى في مكانه ويعمل حاجه حلوه، لانه كل ده طبعا بيصب برضو عنده. وهو لانه لما يعني هو عامل شغل حلو قوي، وعامل دور هو حبه، ويعني متقنه اتقان جامد جدا، فطبعا وكل الناس اللي حواليه حابه ادوارها وبيتقنوها، فاحنا بالتالي طلعنا كلنا عملنا مسلسل هو نمره واحد في نسبه المشاهده، اعلى نسبه مشاهده. اكيد طبعا. وبالنسبه لان هو كان بيعمل مسابقات عن المسلسل وكده، طبعا كل الناس كانوا شايفينها ان هو بيعمل ترند، انت راي حضرتك ايه في الفكره نفسها، فكره المسابقه؟ والله بصي، كل واحد بيبقى عنده فكره في دماغه، ان هو مثلا اولا هو راجل خير، ده اساسا يعني قبل اي شيء هو راجل خير. لكن كمان المسابقه ممكن مثلا لو هتبقى فيها نوع من انواع الترويج للمسلسل كمان، بس هو اساسا هو عاملها عشان هو حابب يعمل مسابقه للناس، والناس تكسب والناس تتبسط، وهو بقول لك في الاساس بيحب يكسب اللي حواليه. بالنسبه لمشاركتك في مسلسل المعلم،
رأي حضرتك في ايه؟ مسلسل المعلم طبعا النجم الجميل مصطفى شعبان، نجم كبير، بس انا كنت ضيفه معاه، يعني انا ما كنتش من الشغل الرئيسي، كنت ضيفه معاه، بس طبعا انا يعني ما ينفعش مصطفى شعبان يبقى عايزني ضيفه معاه وانا اقول له لا. فانا كنت سعيده بيه ان هو يعمل اعمال ناجحه كلها بتاعته، مصطفى شعبان اعماله كلها ناجحه، والحمد لله برضو كان المسلسل ناجح السنه دي، ويا رب دايما نبقى ناجحين كلنا. اكيد طبعا. هي الفكره ان دلوقتي المسلسلات مش كلها كان بتبقى كويسه، بيبقى مثلا عمل او 2 أو 3 بالكتير قوي اللي يبقى ممتاز ويشد انتباه الجمهور. بالنسبه لمسلسل محارب وحسن الرداد، ايه رأي حضرتك في المشاركة معاه؟ حسن الرداد ده حبيب قلبي. حسن انا عملت معاه بابلو قبل كده. أيوة. وهو شخصية طيبة وجميلة لأقصى درجة والأبعد الحدود، وذوق ومحترم وفنان، يعني والله العظيم يعني بجد ما تتصوريش قد ايه حبه لكل الناس اللي حواليه، زيه زي احمد العوضي، زيه زي مثلا مصطفى شعبان، يعني كل النجوم بتوعنا الحمد لله دول اللي هم احنا كلنا منهم هم مننا، فاكيد كل واحد بيبقى، وحتى محمد رمضان كمان انا السنه اللي فاتت اتعاملت معاه قبل كده، اتعاملت أيوة. معاه في البرنس. يعني انا بصراحه ما شفتش نجم اتعاملت معاه الا لما كان نجم جميل وحابب عيلته الفنيه اللي هو معاها، وده بيبقى شيء كويس. طبعا حسن الرداد كان عامل ده الحمد لله، واحنا عملنا شويه حاجات كده كانت لذيذه، فيديوهات كانت لطيفه اللي هي كانت عن المسلسل. ايوه الناس حبتها، والحمد لله نجح برضو المسلسل وبقى شيء عظيم، والحمد لله ان الواحد بيشترك مع الناس في حاجات ناجحه وبيبقى يعني جزء من فريق كامل ناجح. هو وجود حضرتك طبعا في اي مسلسل واي عمل بيكون اضافه طبعا. الله يخليك. لو قلنا سلوى عثمان في شخصيه لسه ما عملتهاش، هتكون ايه؟ حاسه انك لسه ما طلعتيش يعني الشخصيه ممكن دي. مثلا، لا ممكن مثلا بتبقى في شخصيات مختلفه، يعني حتى لو بشخصيه الام بس تبقى ام مختلفه عن مثلا البيئه الشعبيه، او ليها مثلا توجهات، ليها تحس ان هي مثلا ام يعني ممكن تكون فيها غطرسه شويه، ممكن يعني نوعيات مختلفه من الادوار جوه دور الام، او تبقى عمه، تبقى خاله، تبقى يعني عارفه على حسب الدور اللي هيجي، ويبقى شكله مختلف شويه عن الادوار اللي انا بعملها. رأي حضرتك ايه في مشاركه المهرجان اوسكار ايجيبت السينمائي للفنان عادل عمار ودعوته ليكي وتكريمه طبعا الفنان الجميل الراحل عثمان محمد علي؟ والله طبعا انا اسعدني جدا استاذ عادل ان هو كرم بابا وعمل المهرجان باسمه تكريما ليه، فدي حاجه اسعدتني جدا، لانه ابويا يستحق والله التكريم فعلا، لانه هو فنان كل الناس عارفه جدا هو قد ايه فنان كبير، وقد ايه كان فنان بيحب شغله، وقد ايه كان بيعمل حاجات يعني حاجات تبقى صدقه جاريه ليه وعلم ينتفع به، زي ان هو سجل القران بصوته لغير الناطقين بالعربيه. انا فعلا طبعا كل ده في ميزان حسناته. بشكر استاذ طبعا كل الحاجات دي في ميزان حسناته، وبشكر استاذ عادل جدا جدا، وتكريمه ده على راسي من فوق. لو حبيتي ان انت تقولي حاجه للفنان عثمان محمد علي، توجهي له رساله ايه؟ كفنان مش كأب. اقول له كفنان انت يا بابا يعني عملت كل اللي عليك من اعمال حلوه ومتميزه واعمال قريبه من الناس ومن الجمهور، ووصلت رسائل كلها حلوه، ويعني كنت دايما مثال للفنان المحترم الملتزم، واقول له ربنا يجعل مثواه الجنه وربنا يكرمه يعني في تربته. ربنا يرحمه يا رب ويغفر له. انا مبسوطه جدا بوجودك معانا ومشاركتك لينا المهرجان النهارده، وان احنا كنا في روح الفنان الراحل عثمان محمد علي، ومبسوطه جدا جدا بحضور حضرتك، وان انت استحملتي الدوشه بتاعتنا كصحفيين وكفنانين. انتم منورين وحبيبتي، وانتوا يعني الشباب بقى بتاعنا اللي طالع. أيوة. بقى وعايزين نبقى واقفين جنبه لازم. اكيد طبعا حبيبتي. وجود حضراتكم جنبينا ده بيدينا الامل والحافز ان احنا نكمل لقدام، ان احنا بنتعلم من حضراتكم، وان احنا نشوفكم ان انتوا تكونوا قدوه لينا، تكونوا قدامنا دايما. ميرسي يا حبيبتي. مبسوطه جدا باللقاء مع حضرتك، واتمنى ان ما نكونش ضايقك في حاجه. لا يا روح قلبي عشان اللي حصل الصبح. لا يا حبيبتي انت جميله. ميرسي جدا. ميرسي جدا.